بعد 10 سنين، 5 مواسم، وأكتر من 40 حلقة، بينتهي مسلسل Stranger Things. مسلسل أنا بحبه جدا بالعالم بتاعه، بقصته، بحقبة التمانينات، وأهم حاجة بشخصياته اللي تعتبر أكتر حاجة مميزة في المسلسل ده. وشخصيات المسلسل هي أكتر حاجة معلقاني ومعلقة الناس بالمسلسل نفسه. وعلى قد ما أنا كنت مستني إن الموسم الخامس والأخير من المسلسل ينزل عشان نختم القصة دي اللي اتحكت على مدار آخر 10 سنين، وبالرغم ان انا في لحظات كتيرة في الموسم ده انا استمتعت بيها جدا، ولكن ما اقدرش انكر انه كان يعتبر خيبة امل كبيرة سواء ليا او لكل الناس اللي بتحب المسلسل، بالذات ان ده يعتبر الموسم الاخير للمسلسل. فانت كنت مستني نهاية ملحمية عشان تختم بيها القصة اللي انت بدأتها من 2016 وتدينا نهاية تفضل معلقة في دماغنا وعمرنا ما ننساها وتكون خالية من العيوب والمشاكل. ولكن للأسف الشديد ده ما حصلش قوي. يعني أنا زي ما قلت لك أنا مش شايفه موسم وحش زي ما في ناس كتير شايفاه، ولكن مع حب الشديد مسلسل ما أقدرش أنكر إن ده يعتبر هو أقل موسم بالمواسم ال5 اللي نزلوا لحد دلوقتي. وزي ما استمتعت بلحظات كتير فيه، كان فيه لحظات كتير فعلا مخيبة للأمال. بس السؤال هنا، إيه اللي حصل؟ ازاي الناس دي اللي قدموا لنا 4 مواسم حرفيا من العظمة يجي الوقت ان هم يقدموا لنا اخر واهم موسم في المسلسل كله، الموسم اللي هيختم الرحلة كلها، الموسم اللي هنودع بيه المسلسل وقصة Stranger Things دي بشكل كامل، ينتهي بيه الحال ان في كم المشاكل الواضحة في الكتابة او في التمثيل او في الاخراج او حتى في المؤثرات البصرية؟ ازاي كل ده حصل؟ في الفيديو ده هجاوبك على السؤال ده وهديك 5 اسباب ادت ان الموسم ده يبقى موسم مخيب للامال عكس التوقعات، وبالذات ان من كام يوم كان نزل الوثائقي بتاع Stranger Things الحلقة الاخيرة، وعلى قد ما هو كان حلو ومؤثر ولكن اتقال فيه كام حاجة مهمة خلف الكواليس. ممكن دي تكون الاسباب اللي ادت الى خيبة الامل اللي حصلت في اخر موسم ده. مفهوم البلوت ارمر بكل اختصار ان انت بتحمي شخصياتك الرئيسية او شخصيات معينة من الموت او من اي حاجة تضرهم بشكل غير منطقي في احيان كتير. يعني مثلا زي ما انت شايف على الشاشة دلوقتي، انت قدامك 5 اشخاص، اللي في النص ده خلينا نقول ان هو ديريك، وان في ديماجورجن داخل يقتل ال5 اشخاص دول، فبيعدي على كل واحد فيهم ما عدا ديريك. ولما يوصل ان هو مفروض يقتل ديريك، يحصل له بقى اي حاجة، ان الديماجورجن ده يموت، ولا ان ويل يقتله، ولا ان إليفن تقتله، ولا ان هو يفرقع، او يحصل له اي حاجة لاجل ان ديريك ما يموتش. ده بكل بساطة مفهوم البلوت ارمر، ان الكتاب خايفين بالزيادة ان هم يقتلوا اي حد من الشخصيات الرئيسية، فبيتجهوا ان هم يقعدوا يقدموا شخصيات جانبية بعد كده يقتلوها، بعد كده يقدموا شخصيات جانبية ويقتلوها، وهكذا وهكذا وهكذا. فبالتالي ده بيؤدي ان انت شخصياتك الرئيسية لما بتتحط في اي موقف مفروض تموت فيه او اي حاجة زي كده، انت ما بقيتش تخاف ولا ما بقيتش تقلق، لان انت عارف ان الكتاب هيخرجوهم من الموقف اللي هم فيه ده بشكل خزعبلي غير منطقي. وده شفناه كتير على مدار المسلسل، بس شفناه كتير اكتر في الموسم ده بالذات في اخر 4 حلقات. يعني مثلا مثال المشهد بتاع جوناثان ونانسي ان هم خلاص كانوا هيموتوا والسائل اتجمد بشكل غير منطقي اطلاقا. او مثلا في الموسم الرابع مشهد انا شخصيا بكرهه جدا، يعني اللي هو لما خلاص في الاخر فيكنا كان قتل ماكس وماكس بتودع ولوكاس بيحضنها وبيعيط وهما الاتنين قاعدين بيعيطوا واحنا بنعيط معاهم، مرة واحدة إليفن حطت ايديها على ماكس واوف ماكس من لا شيء قلبها رجع ينبض تاني وخلاص رجعت من الموت. يعني ده البلوت ارمر في ابهى صوره بأمانة. انا المشهد ده انا بكرهه بغباء. والموضوع ده برضو ادى لمشكلة تانية، ان انت بقى عندك كمية شخصيات رئيسية لحد الحلقة الاخيرة كتير بغباء، اللي هو احنا حرفيا احنا رايحين نزف فيكنا مش رايحين يعني نقتله. يعني واضح جدا ومقدرش انكر ان كان في كروتة في الاخر، بالذات في اخر 4 حلقات دول،
كان في علامات استفهام كتير، حاجات كتيرة غير منطقية، زي مثلا ان ليه ما كانش فيه اي ديماجورجنز في المعركة الاخيرة مع المايند فلاير. من الحاجات بقى اللي الوثائقي ده اكدها في حوار الكرواتة دي بالذات، ان الدفر براذرز اللي هم صناع المسلسل ده ذكروا في الوثائقي ان هم بدأوا يصوروا الموسم الخامس وهم ما كانوش مخلصين سكريبت او سيناريو الحلقة الاخيرة. المشكلة دي بقى بقت متداولة كتير قوي في مجال صناعة الافلام. دي حاجة حتى جيمس جان رئيس استديوهات دي سي اتكلم عليها، ان شركة مارفل بتبدأ تصور افلامها وهم مش مخلصين سيناريو الفيلم الاساسي. ده بيؤدي ان انت بعد ما تخلص السيناريو لو عوزت تعدل على السيناريو نفسه اي حاجة بتقعد تعمل ريشوتس، اللي هو بتقعد تصور مشاهد كتيرة من الاول عايز تصورها بشكل مختلف يعني. وده بيؤدي لكروتة مش طبيعية في السكريبت، وبيؤدي برضو ان في فلوس كتيرة بتتصرف على اعادة تصوير مشاهد، ان انت لو عوزت تعدل في حاجة اوريدي اتصورت فمضطر تصورها من اول وجديد، فده بيستهلك فلوس كتير قوي من شركات الانتاج. فده بالنسبة لي احدى الاسباب الواضحة ليه انت حسيت ان النهاية او اخر كام حلقة من كروتين، لان بكل بساطة هما لما بدأوا شغل في الموسم الخامس الورق بتاع الموسم كله ما كانش جاهز وما كانوش لسه خلصوا كتابة الحلقة الأخيرة. إحدى أكبر مشاكل الحلقة الأخيرة بالنسبة لي أي حاجة تخص المايند فلاير. يعني ده الشرير انت حرفيا عمال تبنيلي ليه بقالك 5 مواسم، وان هو ده التهديد الاكبر في عالم سترينجر ثينجز، وان ده هو الشر الكبير اللي متحكم في فيكنا شخصيا. وبعد ما وريتني شكله في الاخر وحاجة ما شاء الله طول في عرض، بعد الهيصة دي بقى كلها تقتله في 5 دقايق عن طريق شوية مسدسات مية وعصيان خشب. يعني مش عارف اقول ايه والله. يعني حرفيا الديماجورجن بياخد وقت عشان تقتله اكتر من كده، يعني الهيبة بتاعت المايند فلاير ضاعت والله. عشان اقدر اشرح النقطة دي محتاجين نرجع بالزمن ل 2015. وقتها الدفر براذرز كانوا بيلفوا على استوديوهات هوليوود عشان ينتجوا لهم مسلسل مكون من 8 حلقات اسمه Stranger Things. لفوا على حوالي 10 استوديوهات وكان كل الناس رفضتهم بسبب ان هما كانوش عملوا غير فيلم واحد بس وفشل، فبالتالي لسه ما اكتسبوش اسمهم ولا لسه اكتسبوا الثقة من الاستوديوهات. وفي الاخر الاستوديو اللي وافق على انتاج Stranger Things هو نتفليكس. ووقتها هم اصلا لا هم ولا نتفليكس كانوا عاملين حسابهم ان المسلسل ده وقتها ينجح النجاح الرهيب ده، وما كانوش عاملين حسابهم حتى على موسم تاني. يعني هو اصلا كانوا في دماغهم ان هم لو هيعملوا مواسم تانية وتالتة كانت هتبقى بشخصيات جديدة كليا، يعني هي هتكون في نفس العالم بقصة مختلفة وبشخصيات جديدة. بس بعد النجاح الرهيب اللي نتفليكس شافته في سترينجر ثينجز طلبوا منهم ان هم يثبتوا نفس الشخصيات وانهم يعملوا مواسم اكتر للمسلسل ده، لحد ما وصل ان المسلسل ده هو اكتر مسلسل مشاهدة في تاريخ نتفليكس. وعشان تقدر تفهم حجم التطور، الموسم الاول ميزانية انتاجه كانت 46 مليون دولار، والموسم الخامس والأخير ميزانية إنتاجه 480 مليون دولار. فاللي أنا قصدي بيه بالنقطة دي إن أنا حاسس إن المسلسل كبر قوي والقصة كبرت قوي لدرجة إنها بقت أكبر منهم شخصيا وأكبر من إن هما يتعاملوا بحاجة بالحجم ده. وآخر نقطة عايز أقولها في إن ليه الموسم الأخير يعتبر مخيب للأمال هي دخان كتير من غير كفتة. قبل ما الموسم الأخير ينزل الدفر براذرز والممثلين كانوا مفهميننا حرفيا إن ده هيبقى أجمد موسم في تاريخ البشرية. أنا فاهم إن أنت طبيعي جدا إن أنت تماركت أو تسوق لشغلك إن هو أجمد حاجة في الدنيا وإن أنت تشوفه أجمد حاجة في الدنيا، وطبيعي إن أنت تحمس الناس، بس ما توصلش لدرجة إن أنت تقعد في الآخر تقول حاجات في الآخر لما الحلقات تنزل ونتفرج عليها باللي ما بتحصلش. يعني مثلا هما كانوا منزلين قايلين ان الحلقات 5 و6 و7 اللي هينزلوا يوم 25 ديسمبر يوم الكريسماس ان ده هيبقى بقى دارك كريسماس وكريسماس كئيب والكلام ده.
ولما الحلقات نفسها نزلت بقى مفيش حد مات، مفيش حد حصل له اي حاجه، مفيش اي حاجه كئيبه حصلت. لو انا مش فاهم يا اسطى والله، يعني فين الدارك كريسماس اللي انت عمال بتصيح عليه بقالك شهر؟ وحاجه تانية قالوها قبل ما الحلقه الاخيره تنزل في ذا تونايت شو، ان مفيش حد توقع الحلقه الاخيره نهائي، وهم شافوا كل النظريات اللي الفانز بيعملوها، ومفيش اي حد توقع النهايه باي شكل من الاشكال. ولما النهايه نزلت يعني ما اعتقدش ان كان في اي نوع من المفاجآت، يعني الناس كلها كانت متوقعه ان 11 تضحي بنفسها في الاخر، وان المايند فلاير يظهر. يعني حرفيا ما حصلش اي حاجه تخلي الناس تقول يا ساتر على البلوت تويست، اوف على العظمه الكتابيه ومش عارف ايه. مفيش اي حاجه من الكلام ده كلها حصلت، يعني كلها حاجات كانت متوقعه. ده غير بقى ان في دخان من غير كفته الفانز نفسهم هم اللي عملوه. يعني قبل ما الحلقه الاخيره تنزل كان الناس كلها قعدت تقول ان الحلقات اللي فاتت دي فيك، وفيكنا بيتلاعب بالمشاهدين، ولما الحلقة تنزل هنعرف حاجة زي كده وفيكنا هيكلمنا، وان الحلقات اللي فاتت دي هينزلوها تاني من اول وجديد لان الحلقات دي ناقصة ومش عارف ايه وبتاع. والحلقة الأخيرة نزلت وما كانش فيه أي حاجة من الكلام ده. ده حتى بعد ما المسلسل خلص الناس قعدت تقول اوف حلقة سرية، يا نهار ابيض، استنوا الحلقة السرية يوم 7/1 ومش عارف ايه والكلام ده. وفي النهاية ما كانش فيه اي حاجة خالص. الناس حرفيا ما كانتش قادرة تتقبل النهاية ولا قادرة تتقبل الموسم كله على بعضه، فعملوا سيناريوهات خيالية في دماغهم كانت حرفيا حاجات اكبر واحسن بكتير من اللي اتقدمت لنا فعلا. بس في النهاية حابب اقول ان برغم كان موسم مخيب للامال، لكن انا استمتعت بجزء كبير منه بصراحة. والحلقة الاخيرة برغم ان انا كنت داخل شايل هم حاجات كتيرة واسئلة كتيرة لسه ما اتجاوبتش عليها، وان الحلقة الاخيرة كان عليها ضغط بسبب ان الحلقات اللي فاتت ما كانتش افضل حاجة يعني، الا اني انا شخصيا اخترت ان انا ارمي كل ده في الزبالة، وان انا استمتع باخر ساعتين من Stranger Things. انا اللي كان فارق معايا قوي، وده اللي اتحقق فعلا في النهاية وخليتها نهاية مرضية بالنسبة لي، ان انت كنت تقفل لي الارك بتاع الشخصيات. المسلسل ده بالنسبة لي مسلسل شخصيات اكتر ما هو مسلسل احداث. انا اتعلقت بالمسلسل ده شخصيا بسبب شخصياته اكتر بكتير قوي ما اتعلقت بالاحداث والقصة نفسها، لان الشخصيات دي انا حرفيا كبرت معاهم، واحنا شفنا بعينينا الشخصيات دي بتكبر والممثلين بيكبروا كل موسم واحنا بنكبر معاهم. فانا كان بالنسبة لي اهم حاجة ان انت تقفل لي قصة كل شخصية، وانا شايف ان معظم الشخصيات قصصهم اتقفلت بافضل شكل ممكن. شكرا جدا على وقتكم، واشوفكم في الفيديوهات الجاية.